السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريومة. حضرت لكم مملحات بورق الفيلو محشيين بالبطاطا والجبن. نتمنى تحضروها بالطريقة نتاعي وتعطيوني رأيكم. إذا حبيتوا تشجعوني وتدعموني ديروا اشتراك ودقوا الجرس وبارطاجيوا لي الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يشوفوه أكثر عدد من الأخوات. ومرحبا بكم في القناة. قشرت 3 حبات بطاطا وقطعتهم ودرت لهم الماء ورايحة نحطهم فوق النار، وهذه سنة تاع ثوم رايحة نقطعها ونحطهم لداخل مع بعض. رايحة نشعل النار تاعي على درجة متوسطة ونخلي البطاطا تاعي تطيب. هي تطيب نرجعو نشوفوها. لهنايا نجيب السكين وندخلو هكا في البطاطا تاعي ونشوفها. لهنا البطاطا تاعي كي دخلت في السكين راهي طابت. دركا راني طفيت عليها ونروح نصفي البطاطا تاعي ونرجع تشوفوها. هذه ملعقة كبيرة تاع زبدة رايحة نديرها لهنا لداخل، وهذا فرماج كامله رايحه نحطو لهنايا. هذا الفرماج، والفرماج استعملوا النوعيه اللي تحبوها. هذا كزبر رايحه ندير منه كميه مليحه لهنايا الداخل، واللي تحب تستبدلوا بالمعدنوس تستبدلوا بالمعدنوس. حتى من المعدنوس راهي تجي ثاني بها الوصفه هايله. رايحه ندير كميه من كزبر. عندي ربع ملعقه تاع ملح، والملح ما تكثروش فيها لانها فيها الفرماج، والفرماج بطبيعته راهو شويه فيه الملح. ندير ربع ملعقه تاع ملح لهنا لداخل، رشه فلفل اسود. ودركا رايحه نمرس البطاطا في الفرماج ومن بعد نشوفوها. دركا رايحه نحطها حذايا لحين الاستعمال نتاعها. لهنايا النار تاعي راهي شاعله والمقله تاعي راهي شويه سخونه. رايحه ندير منها كميه تاع زيت. عندي هذه كميه من البصل، شويه من البصل رايحه نقليها في الزيت. والبصل تقدروا تزيدوا في الكميه ولا تنقصوا فيها كيف تقدروا، تستغنوا عليها ما ديروهاش خلاص. انا هذه اضافه رايحه نضيفها. رايحه نقلي البصل شويه نحمرو ومن بعد نرجعوا نشوفوه. ولهنايا البصل تاعي راه حمار شويه، رايحه نصبو لهنايا لداخل. دركا رايحه نخلط البطاطا والبصل مع بعض. دركا نحطها حذايا لحين الاستعمال نتاعها. عندي لهنايا هذه زبده مذوبتها لهنايا، وعندي هذه ورق الفيلو رايحه نستعمل بها. رايحه نفتح ورق الفيلو. هذه 2 ورقات من ورق الفيلو درتهم كيما هكا فوق بعض. رايحه ندير شويه من الحشو تاعي لهنايا، ومشوا الحشو على نصف من هذه الورقه. رايحين تحبسوا لهنا. شوفوا كيفاش درت هنايا البطاطا، وشوفوا وين حبست. ما نكملش على الورقه كامل، ندير الا النصف تاعها ولا ديروا الا ربع نتاعها. دركا رايحه نحط 2 ورقات اخرين فوقها. رايحه ندهن بالزبده هذا النصف منا، هذا الفارغ ندهنه بالزبده. ورايحه ندير الورقه الاولى ونزيد فوقها الورقه الثانيه لهنايا. في الطبقه الاولى درنا هذه الجهه، وفي الطبقه الثانيه اللي درناها 2 ورقات رايحين نديروا هذه الجهه العكس تاع الاولى نديروها. رايحه نجيب الحشو نتاعي ونديرو لهنايا ونمشي على النصف تاع الورقه كيف درت في الخطوه الاولى. دركا رايحه نزيد 2 طبقات اخرين هكا نديرهم كيف درت الاولى والثانيه. ورايحه ندهن هذه الجهه بالزبده. رايحه نزيد في الجهه هذه العكس ندير الحشو نتاعي. ورايحه ندير فوق الحشو نتاعي شويه زبده باش البطاطا تمشي في الورق الفيلو. والطبقات تحبوا ديروا 2 3 4 يعني كيف تحبوا ديروا طبقات ديروا. شوفوا البطاطا كيفاش مشات بسرعه. تحبوا تضيفوا اضافه للحشو نتاعكم كيف التونه كيف دجاج اللحم، يعني هذم 3 تحبوا تضيفوهم ضيفوهم راهي تمشي ثاني الحشو. دركا في الخطوه هذه رايحه نرولي هذه البطاطا. شوفوا كيفاش رايحه نروليها. رايحه ندور هكا نديرها كالرولي، وما تخافوش راهي ما تتفتحش كيف راكم تشوفوا فيا هكا ندير في الصوره.
رايحه نهز الرولي هذا ونحطه فوق اللوحه نتاعي. تحبوا تضيفوا في الحشو اللحم المفروم ولا التونه ولا صدر دجاج مفروم، تعطيكم نفس النتيجه، بنينه هايله. تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه لمده 3 أيام إلى 4 أيام كيما راهي هكا. اللي تحب تستعملها تخرجها من الثلاجة وتقطع قطع رقيقة وتدخلوها للفرن باش يطيب. استعملوا الكمية اللي تحبوها، ماشي شرط تديروها بكلها. هذا البلاطو تاعي، والبلاطو تاعي فيه ورق الزبدة، لازم نديرو ورق الزبدة باش ما تلصقناش. دركا رايحه نقطعها لقطع، والقطع نتوما اللي تتحكموا في السمك نتاعها، تحبوها رقيقه ولا خشينه. وها هو راهو البلاطو تاعي كي خلصت قطعتها وحطيتها في البلاطو. دركا رايحه ندير فيها الفرماج، عندي كميه من الفرماج رابي رايحه ندير فوقها، وانتم استعملوا اي نوعيه عندكم تاع فرماج رابي ديروها. رايحه ندير كيف راكم تشوفوا هكا في الصوره فوقها. لهنايا هذوم الحبات رايحه ندهنهم بالزبده، ومن بعد نزيد فوقهم الفرماج. ها هو البلاطو تاعي كي خلصت درت الفرماج فوقها. دركا رايحه نسخن الفرن على 170 درجه يسخن مليح، وندخل البلاطو تاعي باش يطيب لي. هو نعرفه حمار من التحت، وهذا الفرماج شويه فيه شويه حموره، نحيه وشويه هكا نرجعو نشوفوه. التزيين بحبه البركه والجلجلان. ولهنايا راهي طابت، خرجتها من الفرن ودركا نروحو للتقديم نتاعها. وفي الاخير رايحه نقسم معكم وحده باش تشوفوها. نتمنى تجربوها. خليولي لايك وتعليق ودقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو لي الفيديو لاكثر عدد من الاخوات. ودمتم برعايه الله وحفظه. يلا سلام.